أين ذهبت الملوخية؟ وإيه علاقتها بالطاقة الجنسية؟ أنا جاي أقولك كل ده. اطبخ ملوخيه. بتعملي شقة؟ طبعا كده. هل الملوخية اللي بناكلها دلوقتي حقيقية ولا مجرد بذور هجينة طلعت لنا الملوخية الجديدة اللي بناكلها دلوقتي؟ في عصر الحاكم بأمر الله في مصر منع أكل الملوخية وكان بيحتفظ بالأكلة دي لنفسه بس لدرجة إن حصل شغب كبير قوي من الناس، وكله كان بيعترض على القرار دوت لأن المصريين كانوا بيحبوا الملوخية جدا. وظهر كلام كتير إن الأكلة دي بتمد الإنسان بطاقة روحية رهيبة وبتخليه في قمة السعادة وعنده قوة جنسية وإنتاج رهيب، لدرجة إنه كان بيقال إن الملك رمسيس دي كانت أكلته المفضلة، عشان كده كان زير نساء الراجل ما شاء الله اتجوز أكتر من 200 واحدة. وما كانش الحاكم بأمر الله أول شخص يمنع أكل الملوخية في مصر، خلفاء كتير من العباسيين والعثمانيين منعوها برضه. طب إيه السر وليه الأكلة دي كانوا عايزين يحتفظوا بيها لنفسهم؟ لدرجة إن اسمها الحقيقي كان الملوكية لأنها كانت محتقرة للملوك بس. لما دورت في كتب قديمة لقيتها اتذكرت من أكتر من 1000 سنة في أكتر من كتاب، من ضمنهم كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. بيقول إيه بقى الكتاب دوت؟ إن النبتة ديت سحرية في علاجها وفيها سحر في أكلها وكأنها جاية من السما، لكن نلاقي إن الأكلة دي اتغيرت البذور الحقيقية بتاعتها واختفت. ده أصلا مش شكل الملوخية اللي كانت موجودة لما الشعوب عملت شغب كتير ومش عاوزين يسيبوا الأكلة ديت، فسابوهم يرجعوا يزرعوها تاني ووفروا البذور دي ليهم. لكن النباتات اللي طلعت المرة دي مش نفس الشكل القديم، كانت أوراق كبيرة لونها مش أخضر قوي زي دلوقتي، وحتى طريقة تحضيرها كانت بتتعمل بأسلوب اسمه الشلاولة، وبينشفوا الأوراق وبيعملوها ساقعة بشوية ليمون وشوية إضافات. لكن دلوقتي بقت تتعمل بتوم، ولازم طبعا الشهق أو الصوت العالي اللي بيتعمل وانت بتعمل الملوخية. برافو برافو برافو، ما شاء الله، إن شاء الله هتطلع سقطة مليون مرة. طب هل دي عادة قديمة ولا زرعوها فينا وخلوا كل بيت يعمل الحركات ديت عشان يضيعوا فوائد الملوخية الحقيقية؟ في الحضارات القديمة وكتب علوم الطاقة مكتوب إن إصدار صوت مفاجئ بيكسر الطاقة اللي خارجة من الجسم المقابل. ومش بس كده، حتى التوم معروف زمان إنه كانوا بيستخدموه في السحر، وبعض الثقافات بتقول إنه بيبعد الجن والتعابين والأرواح الشريرة. طب هل معقول إن الأكلة دي فعلا من أيام القدماء المصريين كان ليها فوائد عظيمة وليها طاقة روحية وعلاجية قوية جدا بس خدوا كل ده مننا؟ من أول تغيير البذور وإنها بقت مش نفس النبتة بتاعت زمان لحد الطريقة اللي بتتعمل بيها الأكلة. فقول لي أنت رأيك. أشوفكم على خير. سلام.